السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شهوات نجاة، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم التحلية أو الديسير اللي غادي نحضروها بالبسكوي لوتوس. هاد التحلية كتجي لذيذة بزاف وغادي نحضروها بواحد الكريمة ما فيهاش المكونات بزاف وفي نفس الوقت كتجي أكثر من رائعة. قبل ما ندوزو نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير، إلا كنتوا أول مرة تزوروا القناة ما تنساوش تشجعونا بلي لايك ديالكم وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء. ودابا غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. كناخذوا كاسرول وكنضيفوا فيه 500 ملل من الحليب او 500 غرام او لا نصف لتر. كنزيد عليه 2 ملاعق ونصف كبيره من بودره مستحضر كريم باتيسير. انا استعملت هذه النوعيه، يمكن لكم تستعملوا اي نوع نتوما كتفضلوه. من افضل ديروا كريم باتيسير، ما ديروش نشا مايزينا. وكنزيدوا 2 ملاعق كبيره من السكر، ما كنكثرش من السكر باش ما كتجيناش حلوه بزاف وغتجينا مجهده في الماكله. كنخلطوا هاد المكونات مزيان، غادي نحطوه فوق النار مع التحريك المستمر حتى كيبدا الخليط كيغلي وكيعقد وكيولي عندي بهذا الشكل هذا، وكنطفي عليه النار. ودابا غادي نغطيه بواحد البلاستيك غذائي، كنديروه كونتاكت مع الكريمه باش ما كديرش لينا داك القشره من الفوق. غادي نخليها في المطبخ حتى كتدفى، ومن بعد غادي ندخلها للثلاجه حتى كتبرد مزيان وكتولي عندنا الكريمه عاقده. خديت بسكوي لوتوس، انتما كما كتشوفوا انا خديت غير علبه صغيره اللي الوزن ديالها 125 غرام. هاد الكميه كافيه باش ديروا منها 6 او لا 7 ديال الكؤوس، يكون الحجم ديالهم متوسط ماشي كبير وماشي صغير. انا غادي ندوز عليها غير الميدلاك لانها كتطحن بسرعه، ويمكن لكم تطحنوها في الطحانه اللي كنطحنوا فيها كاوكاو، كيبقى لكم الاختيار. من افضل تستعملوا هذا النوع ديال البسكوي لانها كتجي فيها بنينه بزاف، ما تستعملوش اي نوع. صافي هنايا خديت الكريمه، من بعد ما كتبرد مزيان غادي نطربها بالطراب الكهربائي حتى كتولي عندي رطبه. ومن بعد غادي نزيد عليها 200 مل ديال الكريمه سائله ولا 200 غرام ديال الكريمه سائله، من بعد ما كنطربها حتى كنطلعها وكنزيدها على كريم باتيسير. كنخلطوها غير شويه، ما كنخلطوهاش اولا ما كنطربوهاش بزاف باش ما كتخسرش لينا الكريمه حتى كتولي عندي شويه عاقده بحال الشكل اللي كتشوفوا معايا. دابا غادي نزيد نخلطها بسباتول باش كينسجموا لينا جميع العناصر. هانتوما كيفاش كتجينا هاد الكريمه، كتجي رطبه وما كتجيش عاقده بزاف. التحليه ديال الكؤوس هي خصها تجي الكريمه ديالها خفيفه وما تجيش عاقده. صافي غادي نخليها جانبا. دابا غادي ناخذ ديك البسكوي غادي نفرقها في الكؤوس. خديت هنايا انا الكؤوس اللي الحجم ديالهم متوسط، ما كبير وما صغير. الا درتوا الكؤوس اللي صغار يقدروا يخرجوا لكم من 8 او اكثر. خديت بسكوي سبقتها في القاع ديال الكؤوس ودرت عليها الكريمه اللي وجدنا من بعد ما درتها في الجيب الحلواني. تقدروا ديروها في اي بلاستيكه عندكم، ماشي ضروري يكون جيب الحلواني بهذا الشكل. صافي من بعد كنديروا الطبقه الثانيه ديال البسكوي وكنزيدوا عليها الكريمه من الفوق. هذه هي الطبقه الاخيره. بالنسبه للبسكوي انا من بعد ما حليت الباكيه حيت منها 3 ديال القطع، كل قطعه كنقسمها على 2 باش كنتحصل على 6 باش كنزين بها الكؤوس من الفوق. من بعد ما ساليت من الكريمه يعني الطبقه الاخيره، رشيت شويه ديال البسكوي اللي بقات ليا مطحونه من الفوق للتزيين فقط، وكنزينها بالقطع ديال البسكوي اللي قلت لكم خليت منها 3 القطع. كل قطعه كنقسمها على 2 وكنتحصل على 6 ديال القطع. وهذه هي التحليه ديالنا من بعد ما وجدات اولا من بعد ما زيناها كتجينا على هذا الشكل، وكنحتفظوا بها في الثلاجه حتى كتبرد مزيان وكنقدموها بالصحه والراحه. هاد التحليه كتجي لذيذه بزاف، غير جربوها اكيد غادي تعجبكم. وكنتمنى الفيديو اليوم اولا الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش شجعونا بلي لايك ديالكم وخليو لينا الاراء ديالكم في التعاليق. وكنشكركم على المتابعه ديالكم والتشجيعات ديالكم.
الى فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.